معانا النهارده الحلقه الخامسه من سلسله الطريقه العالميه، ومعانا تحديث كاس العالم بعد طول انتظار، ونزل معانا حزم زي حزمه البرتغال وانجلترا. فما تنساش تعمل لايك واشتراك وتجيب لك حاجه تاكلها وتشربها ومشاهده ممتعه. اول ما دخلنا اللعبه ظهر لنا الباكج ده، فتعالى ناخد عليه الفتحه المجانيه. هتخش كده، لا مش هنا تقريبا. على كده نخرج، ممكن يكون في اللي هي هنجيبها كده كده. انا هنحط الكود، ايوه هي هنا تقريبا، ونحط سبيشال ونحط الكود بقى. اللي عاوز ياخد كمان الفتحه دي يكتب نفس اللي انا هكتبه، الاسم ايه، ونكتب ولا كانت ايه، فوتبول كونكت بس كده. وهناخد الفتحه المجانيه تقريبا صلاح، يعني موجوده لحد يوم 11 وخدناها تقريبا. لو اي باكج تاني نزل هناخد برضه الفتحه المجانيه. تعال نستلم كده كوبو دي الحساب، يعني كوبو للحسابات اليابانيه فقط. عشان كده لما دخلت حساب من الصفر ده خليته ياباني. تمام، خدنا كوبو وناخده سكرين شوت كده، ويلا بينا على ناخد لامين يامال بقى وميسي وبقيه اللعيبه. فتعالى كمان لامين يامال الحساب النهارده يتطور معانا 3 شو تايم، فمرحب لامين يامال. مش عارف كواليتي الصوره جايبينها منين مش فاهم، ولكن خدها سكرين شوت برضه. ويلا بينا بقى بناخد بقيه الهدايا اللي هو منهم ميسي، ولكن هنستلم بقى. احنا كده كده عارفين ميسي وباتشو كمان، بس باتشو مش هيتحط معانا في التشكيل. وعشان حسابنا ياباني كمان ادونا فتحه مجانيه على الباكج ده، فيلا بينا نفتحها كده قبل ما نفتح الباكج التاني جي كي ولا اي حاجه. تمام، نخش بقى على باكج كورف بالمهاره المضاده اللي نزلت الاسبوعين اللي فاتوا. فتعالى نشوف كده. اف دبليو اف مستحيل تظبط معايا من المجانيه، مش عارف ليه. طلع لك كمان المجانيه. اكتب لنا كده كومنتات واعمل لايك واشتراك عشان عايزين نوصل 1000 متابع. فقط معانا فتحات تانية ولا لا؟ معناش. تمام خلاص. فتعالى بقى نحط لامين يامال من كان لامين يامال التاني ونطوره ماكس. هيوصل 103 وتقريبا بيوصل 104 مع مدرب اللي هو بتاع البرتغال 90. فلكن يعني 103 زودت لنا الاوفر كمان. معانا بوستر تقريبا دفوله تقريبا. تعالى كده نشوف معانا بوستر ولا لا. معانا اتنين نودي له واحده هتزودها اعتقد. دي معايا معايا على حساب الاساسي وزودته. فتعالى بقى بعديها نجيب كوب او خليها ميسي دلوقتي، ونحط ميسي مكان ميسي القديم، ولكن مش هحطه في التشكيل الاساسي كده كده. بس هنجربه في ماتش النهارده نلعبه كمان. نديله تطوير اوتو هيوصل 102 وبالبوستر 103. فالبوستر الاخير معانا هنديه لميسي عشان ميسي اهم من كوبو طبعا. فشوتنج هيزوده اعتقد، زوده بالفعل الاوفر عالي يبقى زاد. فطورنا كوبو وادينا له البوستر كمان عشوائي وبقى يوصل 102. فيلا بينا نخش نلعب اول مباراه. اسهم اللعيبه ممتازه، وممكن ينزل كوبو ولا خلي كوبو مثلا الشوط التاني، بس ننزل ميسي وننزل كوبو. يعني نلعبهم كلهم كده في الشوط الاولاني. وتعالى نشوف تشكيله الخصم. مش مطور اللاعبين بس. داني اولمو بيلعب بسمارت اسيست وحلو قوي يا كوبل. يلا يا ميسي حلوه، يلا يا ميسي، يلا سوبوسلاي ما جربناهوش برضه، فيعتبر اول تجربه ليه. يا ولد حلوه. نلعبها لامين يامال لو وصلت هجمه مرتده ليه. تمام ماشي. يلا ارنولد، ما يعديش منك يا ارنولد بالله. حلوه يلا ارنولد، يلا حلوه يا كوبو. يلا كوبو وحش البصه، بس ارنولد هيجيبها ان شاء الله. يا عماله تخبط، انا مش فاهم لها حاجه. يلا يا لامين. ماشي صعبه برضه، صعبه. هتخبط تاني. يلا ارنولد، يلا ارنولد يا ابن اللعيبه. يلا لامين يا ابن اللعيبه. شوت بقى، هو مخصص للار2. تعال بقى نشوف الاحتفال الخاص يا شباب. دي الاحتفال الخاصه ايه ده؟ مع التلاتة انا ولا مش فاهم. مش حلوه، مش حاسسها حلوه يعني عادي. يلا يا ميسي مش حاسه يا ابن اللعيبه. مثلا انا لسه بقول عليك جامد والله يا ابن اللعيبه. بص بقى لامين، ولا كمل بقى، انا عايز اجيب جون. يا ابن اللعيبه مرمطه. يلا ودي انا اسف يا جدعان، انا اسف. داني اولمو هجمه خطيره دي، ده حاسها خطيره قوي دي. سريع رونالدينيو، سريع يا ابن اللعيبه. حلوه عملها بوش رجله حلوه قوي الصراحه. استوى جون حلو الصراحه. وانتهت المباراه 1-1. ماتش كان حلو، ماتش كان فان يعني جميل. وتعالى بقى نخش على تقييم اللاعبين. قبل ما نخش على تقييم اللاعبين، دي حاجه يا جدعان. كل ما المنتخب، يعني المفروض المنتخب بيجي له 11 لاعب فاهم، وكل لاعب بنقطه. بس انا جالي قد ايه من ماتش واحد يا اخي، وهنعلى كام نقطه؟ قال لنا 40، يعني خلاص 20 نقطه كمان وناخد 10 كوين، فحلو قوي. فتعالى بقى نقيم اللاعبين. اول حاجه لامين يامال، اي نسخه ليه بتبقى اسطوريه، بالذات الاي بتاعه اسطوري. وميسي برضه عالمي. وكوبو ما عجبنيش قوي الصراحه كوبو. فدي التشكيله الاخيره في هذه الحلقه. انتظروا الحلقه السادسه بقى، واعملوا لايك وسبسكرايب وبيس.